السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالتنا رجالة بريبسي، عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلام، ودايما ان شاء الله موفقين في رحلتكم. طبعا مجموع وليلة ومش عارفين، مش هفكركم يعني. ان شاء الله تكونوا كويسين وان شاء الله نلم مع بعض. هنبتدي ليسون 1 مع بعض، اللي هي عبارة عن كله فيزيكس. يونت 1 عبارة عن كله عن فيزيكس، ويونت 2 برضه عبارة كله عن فيزيكس. الفيزيكس جميلة يا جماعة، عايزة بس تتفهم كده مع بعض. حلو، يلا بينا. بسم الله بسم الله. اول حاجه عندنا اداك كلمه موشن، اداك الديفينيشن بتاع كلمه موشن، وعرف لك يعني ايه كلمه الحركه. ما هي موشن يعني حركه، تمام؟ ممكن اسالك سؤال، هو يعني ايه اساسا كلمه حركه؟ يعني تقوم قايل لي يعني اتحركت. ايوه، يعني انت يا مستر كنت هنا وبعد كده رحت هنا، فبالتالي انت غيرت مكانك. ايوه هي دي اتحركت، يعني غيرت مكانك. بالتالي كلمة الحركة بالعربي البسيط خالص، كلمة الحركة يعني ايه يا حبيب قلبي؟ يعني غيرت مكانك. الله عليك، انت غيرت مكانك. يعني ايه بقى؟ يعني بالعربي خالص انت غيرت مكانك. حد يكتب لي مشكله؟ ما عملش حاجه. طب سؤال، انت لما تغير موضعك، مكانك، موقع الشيء، موضع الشيء، شوف كذا حاجه، بتاخد وقت؟ لا ما بتاخدش. ازاي؟ اصل انت بتاخد ثانيه مثلا. ايوه يا عم، يعني بتاخد وقت مثلا قدره ثانيه او اقل من الثانيه، صح؟ بالتالي انت اول حاجه عشان اتحركت بتقول انا غيرت مكاني، انا خدت وقت. طب انا دلوقتي كنت بتحرك، انا يوسف وكان معايا احمد، فلما انا اتحركت من هنا ورحت هنا، اول حاجه رحت بص عشان اتحرك ويقال عليا ان انا اتحركت، عملت ايه يا مستر؟ رحت غيرت مكاني. بعد كده ايه؟ قال لي خدت وقت. بعد كده بص انا اتحركت بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاحمد. اتحركت بالنسبه لاحمد، فبالتالي احمد كان جالس وشايفني بتحرك، فبالتالي قال عليا ان انا بتحرك. ليه؟ عشان انا غيرت مكاني وبالتالي خدت وقت بالنسبه لجسم اخر. فممكن اعرف الحركه واقول هي تغير موقع الشيء، ماشي، بمرور الوقت خلال او بالنسبه لشيء اخر. طبعا دي بالعربي. بالتالي لما انا اجي اعرفك كموشن، هقوم قايل يا عم الحاج الموشن دي عباره عن ايه؟ تعال، عباره عن it's the change of objects location ماشي. فبيحصل بقى ايه خلال الوقت، مثلا ممكن نقول through the time. بالنسبه لاحمد مثلا، بالنسبه فور لاحمد مثلا اي حاجه، for another، ماشي، another object بالنسبه لشيء. يبقى تغير، يبقى كلمه الحركه بقى معناها ايه؟ قال لي تغير موقع الشيء خلال مرور وقت، يبقى انا غيرت الموقع بتاعي خلال ايه؟ خلال وقت معين، ماشي، وبالنسبه لشخص اخر. حد كده في مشكله؟ بالنسبه لشيء اخر. دي كده معرفه الحركه. انت بنفسك اللي جاوبت، قلت انا اتحركت يعني غيرت مكاني، فكلمة الحركة يعني تغير الموقع، وانا بغير مكاني يا مستر خدت وقت، فبالتالي الحركة تغير الموقع خلال مرور الوقت، بمرور الوقت، اوكي، بالنسبة لشخص اخر او شيء اخر ساكن هنا. بالتالي مثلا حاجة هنا ساكنة وانا هنا رحت جيت متحرك، انا غيرت مكاني وخدت وقت بالنسبة لشخص اخر ساكن. دي مفهوم الحركة. قال لي طب انا عايز اعرف بعد اذن حضرتك انواع الحركة، the type of motion. لقينا يا مستر اولا الموشن اول تايب ليها، خليه يا عم ولا يهمك، ممكن نقوله اول تايب عباره عن يا اما يكون في ستريت لاين، في خط مستقيم. الحركه ممكن تكون في خط مستقيم، وممكن تكون في كيرفنج، وممكن تكون بوث، كليهما. يعني
دلوقتي انا قلت لك ممكن تقول لي انواع الحركه، انت بنفسك قول لي، تقوم قايل لي والله يا مستر ممكن اتحرك طوالي، ممكن اتحرك يمين وشمال في منعطف، وممكن ابقى في يمين وشمال واتحرك على طول، وممكن ابقى بتحرك على طول واخش يمين وشمال. يبقى بالتالي انا ممكن اتحرك في خط مستقيم في ستريت لاين، وممكن اتحرك في كيرف في منحنى كده، وممكن اتحرك ممكن اتحرك في خط مستقيم ستريت كده، وممكن اتحرك في كيرف كده، وممكن اتحرك بص في كيرف وبعد كده امشي في خط مستقيم، وممكن اتحرك في خط مستقيم وامشي في كيرف، فبتبقى بوث كليهم. يبقى انواع الحركه 3، ستريت، كيرفنج، بوث. طب يعني ايه موشن؟ اول ما اقول لك موشن تقوم قايل لي تشينج اللوكيشن، بنراجع مع بعض دي الاولانيه. اول ما اقول لك موشن تقوم قايل لي تشينج اللوكيشن. حد كده فيه مشكله؟ مفيش مشكله. طب يا مستر الموشن الحركه مرتبطه بايه؟ قال لك ان الموشن دي مفهوم الحركه مرتبط بشويه حاجات، انا بنفسك برضو انت اللي هتقول ازاي. دلوقتي لو حد بيعمل سباق بنجري، انت اول مشهد اول كومنت اول تعليق هتقول عليه تقوم قايل ده اسرع وده ابطا. ايوه سرعه. يبقى الموشن الحركه، كلمه حركه مربوطه بكلمه سرعه ومربوطه بحاجات تانيه. طب جميل، يبقى احنا مهمتنا دلوقتي ان احنا ندرس حاجه اسمها سبيد ونعرف السبيد. طب يعني ايه يا مستر تعريف السبيد؟ قال لي بالراحه افهمك حاجه. السبيد انت برضو بنفسك اللي هتقول. بص يا حبيب قلبي، دلوقتي انا بعمل سباق معاك، فانا رحت جيت واصل الاول، انت اول حاجه تقوم قايل ده اسرع. طب انا ممكن اسالك السؤال انت اسرع ليه؟ تقوم قايل لي يا مستر عشان انت خدت نفس المسافه بتاعتي في وقت اقل. ايوه انت خدت مسافه في وقت، يعني انت وصفت السرعه بمسافه ووقت. ايوه هو ده التعريف، انت بنفسك اللي قلته برضه. بس يعني بقى السرعه دي المسافه اللي انا خدتها في وقت اللي انا خدته. بس خلاص. يبقى يعني تعريف كلمه السرعه؟ قال لي هي المسافه اللي انا خدتها، المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. طب يا مستر ديستانس بقى يعني، تعالى بقى نعرف السبيد. قال لي اتس ذا ديستانس، هي مسافه يعني ديستانس بالانجلش. covered المغطاه او taken المأخوذه. ماشي. through the time، خلال through the مثلا through the time، خلال الوقت. بس خلاص يبقى انا عرفت السرعه دي المسافه اللي انا باخدها خلال الوقت. يبقى عشان انا اصلا يعني ايه كلمه سرعه؟ انا دلوقتي ماشي بالعربيه بتاعتي على 80، تقوم قايل لي يعني مثلا انت بتاخد 80 متر في وقت معين، انت بتاخد مسافه معينه بالعربيه في وقت معين، دي اسمها السرعه. طب احنا بقى عايزين نحدد مقدار السرعه دي. السرعه دي بكام؟ لما تبقى راكب مع ابوك في العربيه يا حبيب قلبي يقوم قايل لك انا ماشي على 120، انا ماشي على 80، انا ماشي على 90، يعني بقى انا كده حددها لك بمقدار معين. احنا بقى عايزين نحسب بالمقدار. فقال لي يا مستر هي مش السبيد بالراحه كده مرتبطه بديستانس ومرتبطه بتايم؟ قال لي جميل. قال لي مش هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، أو دي distance taken by the time، دي المسافة اللي أنا بمشيها خلال الوقت اللي أنا بمشيه. قال لك إحنا عايزين بقى نعمل قانون. ممكن أسألك سؤال؟ أنا دلوقتي مشيت من هنا لهنا، المسافة دي 60 متر، 60 متر، رائع. الوقت اللي أنا خدته مثلا 10، بلاش أنت ما بتصدق 40 سكند. حد كده في مشكله؟ سرعتي بقى قد ايه؟ تقوم قايل لي المسافه اللي انا خدتها والزمن اللي انا خدته، يعني المسافه اللي انا خدتها على الزمن اللي انا خدته. ممكن قبل ما اجاوب على الحته دي اقول لك على حاجه. دلوقتي انا ماشي من هنا لهنا برضه، وخدت 60 متر في ثانيه. ممكن تقول لي السرعه بتاعتي كام؟ تقوم قايل لي السرعه بتاعتك المسافه اللي انت خدتها والزمن. المسافه اللي انت خدتها 60 متر، ماشي، متوزعين على الزمن بتاعك 60 متر لكل ثانيه. مش فاهم بالراحه. السبيد مرتبطه بديستانس وتايم، عرفناها، قلت لك دي عباره عن المسافه المقطوعه. من التعريف عايز اجيب لها قانون. المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن، يعني القانون بتاع السبيد بتاع السرعه بيساوي المسافه على الزمن، الديستانس على التايم. يعني برضه يا مستر
جبت لي القانون بتاع مين؟ حبيب قلبي احنا مش لسه معرفين مع بعض السبيد وقلت لك ان هو عباره عن the distance the distance covered مش عارف ماشي covered by the time يعني المسافه خلال وحده الزمن. يعني السبيد دي مسافه خلال وحده الزمن. وحده الزمن يعني يونت بتاعت التايم بتاعتك. يعني الوقت بيتقاس يا اما بسكند يا اما بمينت يا اما باور. الديستنس بتاعك بيتقاس بايه؟ يا اما بمتر يا اما بكيلومتر. المسافه يعني يقول لك ده انا مشيت 50 متر، يقول لك انا المسافه بين اسوان واسكندريه مش عارف كام كيلو متر. تمام. فقال لك السبيد بقى يعني قال لك احنا عملنا السبيد قانون بيساوي بس تخيل القانون هيكون ايه؟ هيكون قسمه الديستنس اللي انا خدته، المسافه اللي انا خدتها على التايم اللي انا خدته، بس كده. فعملنا له للسبيد من القانون بتاعه الديستنس اللي انا خدته على التايم بس. طب يا مستر ممكن نطلع القانون بتاعنا؟ طلع يا حبيب قلبي. رمز السبيد ايه؟ السيمبل بتاع السبيد في. طب جت منين يا مستر؟ سبيد ليها مسمى تاني اسمه الفيلوسيتي، السرعه برضه. فخدنا الفي رمز السبيد، ديستانس سبحان الله خدنا الدي، التايم خدنا التي. فبالتالي بقى ده اللو بتاعك، ده بقى القانون وعملنا له قانون هنطبق عليه دلوقتي. لحد كده في مشكله؟ يبقى عرفنا بنراجع مع بعض يعني ايه كلمه موشن. قال لي يا مستر تشينج ان لوكيشن. الله عليا يا ابني. وبعد كده عرفت انواع الموشن، في منها ان ستريت لاين وفي منها in curving line وفي منها بوث كليهما. بعد كده قلت الحاجات المرتبطه بالموشن شبه السبيد، قلت لك ان السبيد دي انت بنفسك قلت ان هي مرتبطه بمسافه distance وزمن time. طب عايز اعمل لها قانون من التعريف بتاع حضرتك، قلت لي المسافه اللي انا خدتها على الوقت اللي انا خدته، الديستانس اللي انا عملت له كفر على التايم. فعملنا له قانون بقت السبيد بتساوي ديستانس على التايم عشان نحسبها بالمقدار. خدنا المسافه اللي احنا خدناها وقسمناها على الزمن فادانا السبيد بتاعتك. فبقى قانون السبيد انزل بالرموز بتاعتك. السبيد بقى ليها رمز في جت من الفيلوسيتي بتساوي الدي اللي هو الديستانس على التايم، دي رموز ليها. وبعد كده هنحل شويه مسائل حلوه. صعبه دي؟ ايه تاني؟ قال لك بعد ما خدنا السبيد عايزين نعرف انواع السبيد. انواع السبيد في سرعه منتظمه اسمها ريجولار سبيد اللي بنقول عليها يوني فورم، وفي سرعه الريجولار غير منتظمه اللي بنقول عليها بص نون يوني فورم. عايزين نفهم بقى يعني بالراحه يا حبيب قلبي. السبيد اللي هي الريجولار. دلوقتي انا جيت اتحركت من هنا لهنا لهنا لهنا، بص ماشي، انا ماشي في الطريق ده وماشي مكمل وماشي. المسافه دي كلها هنجزأ هنا ونجزأ هنا. انا خدت هنا 10 متر 10 متر وهنا 10 متر وهنا 10 متر. انا خدت هنا التايم بتاعي بص نقول مثلا نقول يا عم ماشي انا اخدت في ال10 متر مثلا يا عم ماشي 10 سكند، وهنا اخدت برضو 10 سكند، وهنا اخدتها 10 سكند. ممكن تجيب لي السرعه؟ تقوم قايل لك القانون بتاعك الفي بتساوي الدي على التي. جبتها منين؟ الفي كانت رمز الفيلوسيتي، دي الديستنس على التايم، فده اللو بتاعنا الفي بتساوي الدي على التي. هات لي يلا الدي مديها لك ب 10 التي ب 10، اقسمهم على بعض اعمل لهم ديفايد 10 10 اوفر 10 هيديك 1 اللي هي الفي. 10 اوفر 10 بواحد، 10 اوفر 10 بواحد. ايه ده السرعه متساويه في الرحله دي والرحله دي والرحله دي، معنى كده دي اسمها السرعه المنتظمه. يعني السرعه المنتظمه قال لي دي السرعه اللي انا باخد فيها مسافات متساويه خلال ازمنه متساويه، اللي انا باخد فيها بص equal distance through equal time. equal
distance ماشي وايكوال تايم. المسافات بتاعتي بتكون متساويه والتايم بتاعي بيكون متساوي. في الرحله دي المسافه هنا كانت هي المسافه هنا، كانت هي المسافه هنا. في الرحله دي كان التايم ده هو التايم ده هو التايم ده. بالتالي الريجولار السرعه المنتظمه او اليونيفورم القياسيه بتكون فيها الديستانس ايكوال متساويه، وبتكون فيها التايم ايكوال. طب الريجولار بقى النوع الثاني نون. قال لي لو جينا خدنا حبيب قلبي من هنا لهنا 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 لهنا، ورحت انا جيت مجزأ هنا وخلاص ماشي. المسافه دي كلها مثلا 50 متر، المسافه دي 60 متر ماشي. هنا انا خدت 10 مينت، وهنا برضه انا خدت 10 مينت، انا اسف. هنا انا خدت 10 سكند وهنا انا خدت 10 سكند. هات لي كده السرعه 50 على 10 فيها الخمسه 5 60 60 اوفر 10 يديني 6. ايه ده؟ الفي مش متساويه ليه؟ قال لي يا مستر اصل الريجولار دي مسافه. بص هي السرعه هي السرعه اللي عندها مسافه غير متساويه خلال زمن متساوي. يعني عندها ديستانس ان ايكوال، الديستانس هنا ان ايكوال والتايم ايكوال. دي حاله واحد. ممكن تكون برضو الريجولار ليها حاجه ثانيه يا مستر، ايه؟ ان احنا نكون خدنا من هنا لهنا من هنا لهنا اهو، بنجزأ اهو، فلقينا ان هنا قطع 60 وهنا قطع 60 متر. ايه ده؟ المسافات متساويه، بس هنا قطع مثلا 20 سكند 20 سكند وهنا قطع 40 سكند. ايه ده؟ هات لي بقى السرعه، هتلاقي السرعه مش متساويه، هنا برقم وهنا برقم. ليه بقى؟ قال لك اصل الديستانس، بص الديستانس ايكوال بس التايم ان ايكوال. بالتالي الريجولار دي الملخص البسيط، السرعه الغير منتظمه بتاعتنا دي عباره عن سرعه بتكون فيها يا اما المسافه مش متساويه خلال زمن متساوي، يا اما المسافه بتاعتي متساويه خلال زمن مش متساوي. يبقى الريجولار دي سرعه انا باخد فيها يا اما ديستانس مش متساوي وتايم متساوي، يا اما باخد فيها يا اما ديستانس متساوي وتايم مش متساوي. طب والريجولار؟ لا حبيب قلبي، الديستانس بيكون متساوي والتايم بيكون متساوي. تعالى انواع السرعه تاني ايه هي؟ في انواع تانيه عندنا افريج سبيد، السرعه المتوسطه. بص يا حبيب قلبي، انا مش كنت عند الموضع ايه، بعد كده رحت للموضع بي، بعد كده رحت للموضع سي، كده رحت جيت رايح للموضع دي، رحت جيت بقى واخد رايح للموضع جي. انا هنا اتحركت 10 متر 10 متر وهنا 5 متر وهنا 15 متر. هنا كنا كام؟ 5 متر، هنا 15 متر، وهنا اتحركت ممكن نقول مثلا 2.5 متر. هنا خدت ديستانس 10 في وقت كان 2 سكند، هنا خدت 1 سكند، هنا خدت ممكن نقول 3 سكند، وهنا خدت نص 0.5 سكند. ممكن تجيب لي السرعه؟ تقول لي اجيبها ازاي؟ هتقوم قايل لي اصل انا هجيب لك السرعه هنا، اصل احنا معانا مستر كذا رحله، الرحله الاولى اللي هي دي والرحله الثانيه اللي هي دي والرحله الثالثه اللي هي دي والرحله الرابعه اللي هي دي. اجيب لك السرعه في انهي واحده فيهم؟ انت مديني هنا مره مسافه ديستانس وتايم، وهنا ديستانس وتايم، ديستانس تايم ديستانس تايم، اجيب لك هنا في لوحدها وفي هنا لوحدها وفي هنا لوحدها وفي هنا لوحدها، اعمل ايه؟ اقوم قايل لك دي بقى جدولها السرعه المتوسطه، الافريج سبيد او السرعه المتوسطه. مفهومها كده؟ قال لي دي عباره عن سرعه بتاخد فيها كل التوتال تايم، المسافه الكليه على الزمن الكلي، توتال تايم على توتال ديستانس على توتال تايم، تمام؟ فبتاخد دي عباره عن سرعه في الرينج كده، عارف يقول لك في الرينج سرعه متوسطه، سرعه تقريبيه.
يعني ايه يا مستر؟ يعني انا عايز السرعه الافريج، السرعه المتوسطه هنا كلها. طب ايه اللي مستر؟ التوتال ديستانس بتساوي توتال، انا اسف، الافريج سبيد بتساوي توتال ديستانس على توتال تايم. الافريج سبيد السرعه المتوسطه بتساوي المسافات كلها على الزمن الكلي. ماشي يا عم. طب الافريج سبيد الرمز بتاعها في عادي. التوتال تايم بنقول عليه دلتا دي على دلتا تي. ايه دلتا دي؟ دي اسمها تشينج. دلتا معناها تشينج، تغير. مش المفروض لما انا مشيت في الرحله كلها حصل تغيرات؟ فبس نديها الرمز ده. طب يبقى انا عايز الفي افريج، بنسميها في افريج، اي في هنا. ماشي. الفي افريج بتساوي الدلتا دي او التوتال ديستانس على توتال تايم. يلا يا عم هات لي في الرحله الاولى، هات لي الفي افريج كلها. قال لي مثلا هاخد توتال ديستانس مره 10 مره 5 في الرحله الثانيه مره 15 مره 2.5. يبقى يلا 10 5 15 2.5 على التايم كله. يلا مره 2 مره 15 مره 3 مره 0.5. ده كده هيديك برودكت ناتج. ده اسمه الافريج سبيد، السرعه المتوسطه. عرفت بقى يعني ايه السرعه المتوسطه؟ دي السرعه المتوسطه بتاعت الرحله كلها. انت معاك كذا رحله، فهتجيب الفي بتاعت كل رحله. قال لك بقى احنا عايزين نجيب السرعه بتاعت الرحلات كلها على بعضها. ازاي يا عم الحاج؟ خدنا الديستانس بتاعت كل رحله جمعناهم على التايم بتاعت كل رحله قسمناهم على بعض، خلصت يا معلم، ادتنا الافريج سبيد. ايه تاني؟ قال لك انواع السرعه حاجه اسمها ريليتيف سبيد، السرعه النسبيه. اول ما اقول لك سرعه نسبيه تقوم قايل لي ريليتيف، مش فاهم حاجه بالراحه، ريليتيف تو observer. ريليتيف سبيد معناها بالعربي السرعه النسبيه. شباب انا صار الساعه 12 واحد. السرعه النسبيه يعني انا دلوقتي عربيه بتتحرك جنبي بالاتجاه ده وانا واقف هنا. يا ترى هشوف العربيه بتتحرك مثلا بسرعه 80، يا ترى انا هشوفها بتتحرك ب 80 ولا ب 60 ولا ب 50؟ دي بقى اسمها السرعه النسبيه. انا راكب في عربيه رايحه كده وماشيه ب 60، سرعتها 60، وفي عربيه جايه الناحيه دي ماشيه مثلا بسرعه 50. اللي في العربيه دي هيشوفني ماشي ب 60؟ طب يا ترى انا اللي في العربيه اللي ماشيه 60 هشوف العربيه اللي ماشيه الثانيه ماشيه ب 50؟ دي بقى اسمها السرعه النسبيه. سرعتي بالنسبه لك، سرعتي بالنسبه لك بتساوي كام؟ طب دي نجيبوها ازاي يا مستر؟ قال لي التريكات بتاعتي هتظبط معاك. بص يا حبيب قلبي، ريليتيف سبيد، هتاخد التريكات دي وخلصت، يبقى انت كده قفلت الدرس. بص يا حبيب قلبي، اول ما اقول لك in the same تقوم قايل لي subtract. مستر مش فاهم، قول بس معايا. اول ما اقول لك in the same تقوم قايل لي subtract. مستر مش فاهم يا عم، بس قول معايا. اول ما اقول لك in the same تقوم قايل لي subtract. in the same subtract يعني طرح. اول ما اقول لك opposite عكس تقوم قايل لي بنعمل ايه. مستر مش فاهم، قول بس معايا. نعمل ايه؟ اول ما اقول لك انا بص انا stand او rest static stable، كل دي نفس الرموز، كل دي نفس الحاجه، ان احنا ثابتين. stand او انا rest مريح او انا static ساكن او انا stable يعني. تمام؟ بالتالي دي معناها ان انا السرعه بتاعت الحاجه الثانيه هي بس انا مش فاهم حاجه يا عم. فاهمك. طب احنا in the same، مستر مش فاهم يا عم، استنى بقى. in the same و in the same location او position السرعه بتساوي 0. تعالى بقى افهمك، انت زمانك هتبيض دلوقتي. تعالى اعمل حاجه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني in the same subtract، يعني دلوقتي انا راكب في عربيه بتتحرك بالشكل ده، وفي عربيه ثانيه بتتحرك برضو في الاتجاه ده، احنا الاثنين بنتحركوا في نفس الاتجاه. العربيه دي بتتحرك ب 60 ودي بتتحرك ب 50. الريليتيف سبيد السرعه النسبيه هنشوف بعض ازاي. قال لك ان ذا سيم في نفس الاتجاه بنعمل سبتراكت، بنطرح 60 ناقص 50 يديني 10. خلصت. طب يا مستر لو احنا اوبوزيت، انا ماشي كده
وانت ماشي كده، اتجاه مختلف اهو، تمام، بنعمل اد. ده لو كان ماشي ب 60 وده ماشي ب 50 بنعمل اد عشان احنا الاثنين اوبوزيت، 60 و50 يديني 110 110. طب يا مستر لو انا واقف او قاعد ستاند ريست ستاتيك ستيبل ساعتها وفي عربيه ماشيه ب 60 الريليتيف سبيد هتكون كام؟ انا هشوفها ماشيه بقد ايه؟ هتشوفها ماشيه هي فهمتها دلوقتي 60. طب يا مستر بص احنا دلوقتي ماشيين في نفس الاتجاه، بص وفي نفس المكان، هي ماشيه ب 60 وانت ماشي ب 60. يا عم مش احنا قلنا لو احنا ان ذا سيم بنعمل سبتراكت في الاخر هتديني زيرو، 60 ناقص 60 بزيرو. عرفت جت منين الشعر ده؟ لو احنا ان ذا سيم بنعمل سبتراكت، اوبوزيت بنعمل اد، ستيبل ستاتيك ريست ستاند هي سيم لوكيشن بنعمل زيرو. الكلام ده كله حلو يا معلم؟ ده ملخص الدرس بتاع حضرتك. تعالى بقى نقرا من البي دي اف بتاعك ونعيد من تاني. احنا بص انا اديتك افكار الدرس كله، هنقرا تاني ونظبط مع بعض، نحل مع بعض كل الاسئله. يلا نشوفكم تاني. يلا بينا بقى نذاكر من المذكره. اول حاجه بيقول لك ده الموشن، اول ما اقول لك موشن تقوم قايل لي change in location at the time basis according to location of another. بيقول لك الحركه دي عباره عن تغير في موضع الشيء، في اللوكيشن بتاع الشيء خلال مرور الوقت، ماشي، بالنسبه لحركه او بالنسبه للموضع بتاع شيء تاني. طب انواع الحركه، قال لي حبيب قلبي ممكن تكون ستريت تحرك خط مستقيم، ممكن تكون كيرفنج، ممكن تكون كليهما بوث. ايه تاني؟ قال لي ليه جنرال رول، دي معناها جي ار يعني جنرال رول، اوكي. طب دي معناها ايه بقى؟ قال لي the movement حركه الترين او المترو represents the simplest type of motion. بص كلمه ان احنا بنتحرك في ستريت في خط مستقيم او بنتحرك في كيرف او بنتحرك في الاثنين، ده كله بيتقال simplest ابسط انواع الحركه. simplest type ده عباره عن simplest type of movement، ده ابسط انواع الحركه. فبيقول لك بقى ليه المترو او الترين بيتحرك بابسط انواع الحركه في the simplest type؟ تقوم قايل because the train metro move forward or backward in straight، يعني بيتحرك in straight او in curve او or both combination، بيعمل مشاركه ما بينهم. قال لي بعد كده عايزين نشوف العوامل المرتبطه بالموشن. قال لك حبيب قلبي في حاجه اسمها physical state quantity called speed. السبيد عباره عن physical quantity. ايه physical quantity؟ عايزين ندرسوها. قال لي لما يقوللك physical quantity يعني كميه فيزيائيه، هتقوم قايل له دي محتاجه عشان تعبر عنها number ويونت، محتاجة عدد ومحتاجة وحدة عشان أعبر عنها. صعبة دي؟ ده اللي أنا عايزك تعرفه عن الفيزيكال كوانتيتي. السرعة فيزيكال كوانتيتي يعني بقى، يعني لو أنا دلوقتي اديتك ماس يعني كتلة، ممكن أقول لك كتلة كيلو بطاطس مثلا 5 كيلو جرام. أنا عبرت عن الكتلة بنمبر وبيونت، بالتالي دي الماس عبارة عن فيزيكال كوانتيتي. جميل. لو اديتك السبيد اللي احنا لسه واخدينها، السبيد عندها وحدات على فكره. تعالى كده نقولهم كده على السريع وطريقه تحويلاتها. بص السبيد بتساوي ايه؟ القانون بتاعها تقوم قايل لي دي بتساوي دي على تي، ماشي؟ هي وحده قياس المسافه ايه؟ تقوم قايل لي يا مستر في منها يا اما كيلو متر يا اما متر. طب التايم يا اما مستر اور يا اما مينت يا اما سكند، بس مش هنقول المينت دي، خلينا متر اور يا اما سكند. يعني الفي ممكن الدي على التي والفي بتساوي الدي على التي، ممكن تكون الدي هنا بكيلو متر، ممكن تكون التايم بالاور فتطلع اليونت بتاعه الفي كيلو متر بير اور، وممكن تكون الدي هنا متقاسه بص بالمتر، ماشي، والتايم متقاس بالسكند فتطلع الوحده متر بير سكند. صعبه دي؟ دول وحدات السبيد. يبقى انت عندك وحده السبيد حاجتين، يا اما كيلو متر بير اور يا اما متر بير سكند. طب يا مستر عشان احول من كيلو متر لاور بعمل ايه؟ قال لي بص بالراحه تعالى كده نفهمها. بنضرب في 5 اوفر 5 اوفر 18. طب يا مستر من متر السكند لكيلو متر بير اور، قال لي بص بقسم ديفايد 5 اوفر 18. طب مستر 5 اوفر 18 دي جت منين؟ عايز تفهم ولا تحفظ؟ عايز افهم صح؟ بص ادي كيلو متر بير اور هكتبها كده
فرقت حاجه؟ فرقتش حاجه صح؟ خلينا هنا مثلا تحت شويه، ادي كيلومتر بير اور هكتبها كده، فرقت حاجه؟ ما فرقتش. وادي متر بير سكند هكتبها كده، ما فرقتش صح؟ عشان احول من كيلومتر لمتر بعمل ايه؟ قال لي بضرب في 1000، ده شيء انت عارفه. عشان احول من اور ساعه لسكند بعمل ايه؟ قال لي الموضوع بسيط يا مستر بالراحه. هو مش المفروض الساعه فيها 60 دقيقه؟ فعشان احول من اور لمينت بضرب في 60. طب من مينت لثانيه بضرب في 60 كمان. يبقى عشان احول دايركت من الاور للسكند بضرب 60 في 60 صح كده؟ يبقى من اور لسكند بضرب 60 في 60 تايمز 60. 1000 over 60 times 60 سمهم على بعض واكتبهم على الآلة يديك 5 over 18. عرفت جت منين؟ المهم ملخص الكلام ان انا دلوقتي وحدات السبيد كيلو متر بير اور ومتر بير سكند، وعشان احول ما بينهم يا مستر من كيلو متر للاور بضرب في 5 over 18، ومن متر لسكند بقسم عشان من الصغير بقسم 5 over 18. تعالى عايز اديك كمان حاجه كده قبل ما نخش. القانون اللي بيقول لك الفي بتساوي الدي على التي. ممكن اسالك سؤال؟ لو المسافه بتاعتي زادت انا اتحركت كتير، معنى كده ان انا سرعتي كبيره. استنى، انا دلوقتي بجري وفي 5 دقايق انا وصلت، وصاحبي في نفس ال5 دقايق ما وصلش، معنى كده ان انا في ال5 دقايق خدت مسافه اكبر من صاحبي. معنى كده ان انا لما المسافه بتاعتي تزيد خلال نفس الزمن ان انا سرعتي كبيره صح؟ انا سرعتي كبيره عشان كده وصلت لمسافه اكبر صح كده؟ طب لو انا خدت وقت كتير جدا في الجري، خدت وقت كتير، وقتي كان قليل، معنى كده ان سرعتي هتكون كبيره. انا وصلت الاول فمعنى كده ان الوقت بتاعي قليل. طب انا الوقت خدت وقت كتير يبقى انا هبقى بطيء، يبقى سرعتي قليله. صعبه؟ فبالتالي الريليشن شيب بين الفي والدي حاجه اسمها دايركتلي ريليشن شيب. العلاقه علاقه طرديه دايركتلي. يعني ايه دايركتلي؟ يعني لو انا المسافه بتاعتي زادت يا مستر الفي بتاعتي هتزيد. طب بالراحه بقى، العلاقه بين الفي والتي لو انا قال لي بيقول لك حاجه اسمها inversely relationship، علاقه عكسيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا خدت وقت قليل السرعه بتاعتي كبيره، لو انا خدت وقت كبير السرعه بتاعتي قليله. العلاقه علاقه عكسيه، احنا عكس بعض، دي بقى اسمها inversely عكسيه. فالعلاقه بين الفي والتي لو التي زادت الفي هتقل. فبس اللي عايزك تفهمه ان العلاقه بين الفي والدي دايركتلي، والعلاقه بين الفي والتي inversely. تعالى فبس بدا يفهمك ان احنا عندنا حاجه اسمها فيزيكال كوانتيتي اسمها سبيد، وعشان نصفها اداك عربيه، قال لك العربيه دي خدت 5 دقائق وقطعت 100 متر، دي خدت 5 دقائق وقطعت 50، مين الاسرع؟ اكيد الحمراء، لان هي خدت 5 دقائق وصلت لمكان ابعد صح؟ طب الحمراء خدت 5 دقائق وقطعت 100، الزرقاء خدت 10 دقائق وقطعت 100، ده خدت وقت اقل، بالتالي دي سرعتها اكبر صح كده؟ تعال حب قلبي تعالى. بالتالي عمل لك قانون the two factors necessary for the description of motion، حاجات عشان نصف بيها انا اسف السرعه، قال لي الديستانس والتايم، فعملنا القانون بتاعنا الفي بتساوي الدي على التي. عايزين نعمل مثلث يا مستر، المثلث بتاعنا الجميل، الفي اهي، الدي فوق التايم. مستر انا عايز اجيب الفي هشيلها يبقى الدي على التي. مستر انا عايز اجيب الدي هشيلها يبقى التي في الفي. مستر انا عايز اجيب التي نفسها، الدي اوفر في. صعبه دي؟ طب جميل، فعملنا قانون وقال لك بص بقى ركز معايا. ليه يا مستر السبيد بتزيد لما التايم بيقل ديكريز؟ قال لك عشان العلاقه ما بينهم انفرسلي. ليه يا مستر السبيد بتزيد لما المسافه انكريز بتزيد؟ قال لي عشان العلاقه ما بينهم علاقه دايركتلي. انت فاهمها ليه؟ بس شويه بقى علاقات التحويلات حبيب قلبي، وبيقول لك ماذا يقصد بيه وات ذا meant باي a train covers the distance بص 240 في ساعتين. معناها ايه؟ بص ممكن تجيب لي الفي تساوي كام؟ تقول لي الفي بتساوي، القانون بيقول لك في بتساوي الدي على التي. الدي بتاعتك بكام؟ 240 في 240 على اوفر 2 hours اوفر 2 بتساوي كام؟
120. يبقى السرعه بتاعتك بتساوي كام؟ 120. خلاص يا مستر انا كده نجحت. غلط، المفروض تكتب الوحده بتاعتك، اليونت بتاعتك. مش احنا اتفقنا ان الفي فيزيكال كوانتيتي يلزمها انك تكتب نمبر ووحده. طب الوحده بتاعتي ايه؟ مستر هو اداك المسافه بالكيلومتر والزمن بالاور، يبقى بالتالي كيلو متر اوفر اور، يعني الوحده بتاعتي كيلو متر بير اور. صعبه دي يا ناس؟ مش صعبه. فبالتالي بيقول لك this meant that the train moves with speed equals 120. طب a car moves with speed 100، معنى كده ان هي بتقطع 100 كيلومتر في ساعه، معنى كده ان هي covers a distance 100 كيلومتر in 1 hour. التحويلات بتاعت حضرتك عشان احول من كيلومتر الاور لمتر سكند نضرب في 5 على 18 والعكس، نقسم نعمل ديفايد 5 over 18. عشان احول من اور لمينت بضرب تايمز 60 ومن مينت للسكند تايمز 60 والعكس. نبرجها وبنشرح. الفيديو ده انا شرحته كذا مره والله. ماشي تعالى solve problems. قال لي يا مستر اداك رانر بيجري قطع 240، فدي بتاعتك 240 متر في كام؟ في 1 مينت. دي بقى في تركايه، لما يقول لك في المساله انا قطعت 1 مينت دقيقه واحده، معنى ان انا قطعت دقيقه ممكن تحولها لثانيه، هنضرب في 60 صح؟ يبقى معنى الدقيقه فيها كام؟ 60 ثانيه. فبكتب الزمن بتاعي ما بكتبوش دقيقه، بكتبه بالثانيه. يبقى معنى كده ان هو اداني الدي بكام يا مستر؟ بكتبه على جنب، الدي ب 240، التي بكام يا مستر؟ ب 60. عرفت انت ال 60 جت منين؟ طب يا مستر انا كده غلطان، المفروض اغلط ليه؟ ما كتبتش الوحده، المسافه فيزيكال، فبالتالي لازم اكتب 240 ايه؟ 240 متر. التي بكام يا حبيب قلبي؟ ب 60 سكند. هات لي بقى الدي، فهناخد الفي اهي بتساوي الدي اللي هي 240 على التايم اللي هو ب 60، الاجابه تطلع 4. طب خلاص بقى انا خلصت؟ لا، الوحده متر بير سكند، متر بير سكند. عرفت جت ازاي؟ بس خلاص. find the distance covered by a car. نفس الفكره، انا عايز بقى الديستانس رقم، اداك السبيد واداك التايم، فخلاص الديستانس بتساوي الفي في التي، فالديستانس هتساوي الفي اللي هو اداها لك ب 20 في التي اللي هو اداها لك ب 20، فالعلاقه تطلع 400 وانا خلصت. كده اغلط ليه؟ ما كتبتش الوحده 400 متر عشان هو عايز المسافه. السؤال اللي بعده بيقول لك بقى انا عايز التي، اداني السبيد ب 20 والديستانس ب 20، انا عايز التي باخد الدي على الفي، يبقى التي هتساوي الدي على الفي. الدي عند حضرتك بكام؟ ب 20، الفي بكام؟ ب 20، فالاجابه تطلع 1. انا خلاص كده خلصت. غلط، لازم تكتب الوحده 1 سكند. تعالى بعد كده بيقول لك دي انسولفد، بيقول لك الكارز والبلانز are usually provided with a group of counters as speedometer, mileage, hour timer and compass. ساعات بيقول لك ان المركبات شبه العربيات الحاجات دي بتمد مثلا بسبيدوميتر اللي هو بيقيس لك العدد بتاع السرعه، بتمد مثلا بكامبس بالبوصله، ماشي، بتمد بحاجه اسمها الميلج، اور تايم، ميلج اللي هو انا اسف الاميال، ميلج، بتمد بالاور تايم بتوقيت الساعه. في حاجات كتير يعني تتقاس بيها. وقال لك بعد كده ان السرعه في منها ريجولار اللي هو عباره عن ان انا بقطع بص بقطع موفز بص ايكوال ديستانس في ايكوال بيريود. طب يا مستر الريجولار بص ليها طريقتين. بص is the speed by which the object moves when it covers unequal distance at equal period، او العكس ممكن اقطع بص ممكن اقطع equal distance في unequal time. نراجع مع بعض اللي بعده. بعد كده اداك the thing that moves at a constant speed in the space. بيقول لك من الاخر ان سرعه الضوء في الفضاء light in the space 3 times 10 to the power 8. طبعا كده انا غلطان، لازم اكتب الوحده. السرعه بتاعتي بتتقاس بايه في الفضاء؟ متر بير سكند. قال لي ان اوبجكت موف ات ريجولار سبيد، معنى كده ان الاوبجكت كفر 400 كيلومتر اتش 1 اور، في كل ساعه انا بقطع 400، في كل ساعه انا بقطع 400، يبقى في كل ساعه انا نفس الساعه بتاعتي، يبقى التايم متساوي ايكوال، وال 400 كيلومتر انا في نفس كل مسافه بقطع 400، فبالتالي الديستانس برضو ايكوال. بيقول لك ليه العربيات لما بتكون في الزحمه السرعه بتاعتها ما بتبقاش يونيفورم،
ما بتبقاش ريجولار. الموضوع بسيط، عشان كل دقيقتين بضرب فرامل، فبالتالي اللي هيحصل المسافه مش هتكون متساويه والتايم مش هيكون متساوي because the speed of the car changes according to condition of the road، على حسب حاله الطريق. قال لي the metro moves at irregular speed، عشان هو ساعات بيقف ساعات ما بيقفش، فبالتالي لانه بيقطع an equal distance في equal period. احنا بنتكلم ازاي اعمل irregular speed، يا اما انا اقطع an equal distance في equal period او اقطع equal distance في an equal period. صعبه دي بس اداك بقى شويه امثله. قال لي calculate the distance covered by an object moves at regular speed 240 km during 2 hours. بص هو عايز يحسب الديستنس. الديستنس بتساوي من المثلث الديستنس في في التي، الفي في التي بس. الفي مديها لك بكام؟ ب 240 كم بر اور، ودي مديها لي 2 اور 240 في 2 480. اكتب 480 بس 480 متر 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 متر. صعبه دي؟ صعبه؟ صحح الحته دي عندك يا شباب. دي المفروض تبقى 480 كيلو متر ماشي، لان هو مديك المسافه بالكيلو متر صح. خد بالك من الوحدات، اداك السرعه كيلو متر بر اور والزمن بالاور، يبقى المسافه تطلع عندك بالمتر؟ لا تطلع بالكيلو متر صح. طب جميل. calculate the time needed for body moves at regular speed. بص هو عايز التايم، عايز التايم بتاعي، يبقى اديه على الفي. الدي مديهولك بكام؟ ب 500 على الفي بكام؟ ب 50 يطلع 10. الافريج سبيد قال لي اول ما اقول لك افريج سبيد تقوم قايل لي توتال ديستانس على توتال تايم. اداك رانر متسابق قطع راح رحله. بص اقرا السؤال ده. cover the distance of 100 meters of a straight track in 10 seconds then he returned back walking. he took 80 seconds to come back to the starting point of running. يعني بيقول لك الراجل راح مسافه distance 100 متر وخد وقت قدره 10 سكند ورجع تاني. يبقى دي رحله كمان اهي، رحله كمان قطع فيها نفس المسافه دي. بقى الناس يقول لك رجع، يبقى ما خدش مسافه. لا حبيبي، وهو بيرجع بياخد مسافه، فبياخد نفس المسافه اللي راح بيها اللي هي 100 دي اللي ما بتاخدوش بالكم منها 100 متر. طب الوقت بتاعه خده كام؟ خده 80 سكند. فبيقول لك بقى احنا عايزين مستر اجيب الافريج سبيد دي بقى. مستر احسب السرعه على الرحله الاولى ولا على الرحله الثانيه؟ انا كده افتكرت الافريج سبيد. اجيب الافريج سبيد؟ لا بص على السؤال. قال لك وايل هي راننج، يعني اثناء وهو ماشي، فانا هجيب الفي هنا بس. الفي هنا هتساوي ايه؟ الدي على تي 100 متر على ال 10 تطلع بكام؟ ب 10. دي بتساوي الدي على تي 100 على 10 ب 10، لان هو عايز وايل هي راننج بس. طب وايل هي ريتيرنج وهو راجع، قال لي انا هجيب يبقى قصده على الرحله دي بس 100 على 80. طب بص during the whole trip اثناء الرحله كلها، يبقى دي الافريج سبيد. ويعني والافريج سبيد تتجاب ازاي يا مستر؟ تتجاب توتال ديستانس على توتال تايم. توتال ديستانس 100 و100 يبقى دي 100 بلس 100. توتال تايم 10 بعد كده 80 يبقى دي 10 بلس 80. طلع الناتج يا معلم، ودي الافريج سبيد. تعالى بسم الله. طبعا ده الحل بتاعنا. وبعد كده دخل في الريليتيف سبيد، السرعه النسبيه. واول ما اقول لك يعني ايه السرعه النسبيه تقوم قايل لي يا مستر يعني the speed of moving object relative to an object. اول ما اقول لك relative تقوم قايل لي relative to an observer. بعد كده نزلنا الرحله بتاعتنا اللي هي متلخصه في الجدول دي كله. فاكر انت الرحله دي كلها؟ الجدول ده كله بفضل الله. قال لي لما يكون، فاكر انت القاعده اللي انا اديتها لك؟ لو الاوبزرفر ات ريست او ستاتيك او ستاند او عنده ستيبل او هو في ستيبل في سكون، بتكون السرعه هي. فلو العربيه ماشيه ب 100 وانا واقف اهو، هشوف الريليتيف سبيد هتطلع بكام؟ ب 100 ب 100. طب يا مستر لو احنا اوبوزيت بنعمل ايه؟ فاكر انت الاغنيه بتاعتي؟ تعالى بقى احنا اوبوزيت اهو، عربيه جايه كده ب 100 وعربيه جايه كده ب 60، ده رايح كده وده رايح كده. اوبوزيت يبقى 100 ناقص 60 100 ماينس 60 هيساوي كام يا عم الحاج؟ هيساوي 40. واخلص؟ لا اكتب الوحده هنا كيلومتر يبقى هنا كيلو متر بير اور. هو يسالك هيجيب لك حاجه شبه كده، اقول لك هات الريليتيف. اول ما تشوف الكلام بتاعك انت تعمل شبه. هنا متحركه في اوبوزيت بالتالي بنعمل سبتراكت. طب يا مستر متحركه ان ذا سيم، دي متحركه ان ذا سيم كده ودي متحركه ان ذا سيم، دي ب 100 ودي ب 60، بنعمل ايه؟ لو ان ذا سيم بنعمل سبتراكت. يعني ايه يا مستر؟ يعني 100 ناقص 60 فيها ال 40.
انا اسف احنا عملنا ايه هنا؟ معلش فوق يا شباب، غلطنا احنا هنا كانوا الاثنين اوبوزيت صح؟ فاوبوزيت بنعمل اد، يبقى 100 اد 60 تبقى 100 ب 60. طب هنا ان ذا سيم بنعمل سبتراكت بنطرح 100 ناقص 60 يديني 40. طب بص بقى لما كنت بدي اقول لك بزيرو احنا في نفس الاتجاه صح؟ ودي 60 ودي 60، 60 ناقص 60 فيها الزيرو بس خلاص. صعبه دي؟ يقول لك بقى شويه اسئله. the moving car seems stable to an observer moves at the same speed. بيقول لك ليه لما عربيتين يمشوا ببعض في نفس الاتجاه بنفس السرعه بيحسوا كانهم ثابتين. يعني ساعات مثلا تبقى انت راكب العربيه وسايق وجنبك واحد تحس ان هو ساكن، حبيب قلبي هو ساكن وبيتحرك، بس هو بيتحرك مثلا ب 60 وانت بتتحرك ب 60. هات الريليتيف كده السرعه النسبيه، انت هتشوف سرعته قد ايه؟ 60 ناقص 60 عشان احنا ان ذا سيم هتلاقي السرعه بزيرو، فهتلاقي ان الريليتيف بالنسبه لك بزيرو، هتحس ان هو ساكن فاهم؟ لكن هو مش ساكن. The relative speed of a moving car is 90. ليه؟ قال لي that means the speed of the car relative to an observer. هنعرف بقى ال relative speed. قال لي the speed of the car relative to an observer بتساوي 90. طب the relative of moving object equal real speed هي امتى؟ لما نكون at rest، لما نكون stand، لما نكون عندنا stability، لما نكون stable، لما نكون كل الحاجات دي يا شباب، او لما نكون في مرحله الاستاتيك السكون، كل دي نفس الاكسبريشن اللي انت ممكن تحطها له. طب the relative speed of a moving car equal 70 km per hour to an observer moves in the opposite direction. بص يا عم الحاج، بيقول لك معنى ان هو يقول لك ان relative speed بتساوي 70 وان كان في عربيتين بيتحركوا في opposite وعربيه منهم سرعتها ب 20 وهما كانوا اوبوزيت واوبوزيت كنا بنعمل اد، يبقى عشان نجيب الريليتيف سبيد احنا كنا بنعمل اد صح؟ فمعنى ان الريليتيف سبيد تطلع ب 70 وعشان احنا كنا اوبوزيت فكنا بنعمل اد صح؟ تمام؟ واحده منهم سرعتها ب 20، يبقى يا ترى لو انا جمعت 20 على كام عشان يديني 70؟ 50 صح؟ يبقى معنى كده ان كان في عربيه بتتحرك ب 50 كم. تاني بيقول لك اداك الريليتيف سبيد ب 70 وكان في عربيتين بيتحركوا اوبوزيت ماشي، واحده منهم ب 20 تتحرك ب 20، بالتالي الثانيه هتتحرك ب 50 لان لما نجمع 50 على 20 هيدينا 70 لان هما الاثنين بيتحركوا اوبوزيت. وكده اقدر اقول لك اخيرا والله اخيرا يا الله تم بحمد الله. الفيديو ده على فكره انا صورته والله 3 مرات تمام واتشال متعرفش ازاي كل مره الفيروس. ف كنت سعيد جدا ان انا خلصت معاكم اول حصه ثالثه اعدادي بريب 3 وان شاء الله اكون فدتكم. انا شرحت ولخصت تمام. بقول لك ايه، ما تيجي نلخص كده اخر حاجه معلش. احنا خدنا ايه؟ خدنا الموشن اللي هي الحركه، وقلت الموشن اللي هي الحركه دي معناها اول ما اقول لك موشن تقوم قايل لي تشينج اللوكيشن، بعد كده قلت لك ان في منها ستريت وكيرف وبوث، بعد كده قلت الحاجات المرتبطه بالموشن اللي هي السبيد، اللي بتاع السبيد ايه؟ قال لك الفي بتساوي الدي على التي. بعد كده مستر قلت انواع الفي منها ريجولار بتكون ديستانس ايكوالز وتايم ايكوالز، وفي منها الريجولار غير منتظمه بتلاقي ممكن عشان اديها لك بطريقتين، يا اما تكون الديستانس مش متساويه والتايم متساوي، يا اما تكون الديستانس متساويه والتايم هو اللي مش متساوي. وقلت لك ان الفي ليها برضو انواع ثانيه، في منها الافريج سبيد صح كده اللي احنا كانت بتساوي توتال ديستانس على توتال تايم. وبعد كده قلت لك ان احنا عندنا حاجه اسمها ريليتيف سبيد، واول ما اقول لك ريليتيف سبيد تقوم قايل لي ريليتيف تو ان اوبزرفر، والريليتيف سبيد ليه كان يا اما لو كانوا ان ذا سيم بنعمل سبتراكت نطرح، ولو كانوا يا مستر ان اوبوزيت الاثنين كانوا متضادين متعاكسين بنعمل اد، لو كنا احنا ستاند واقفين او في ستاتيك او ستيبل يلا او اتريست، الحالات الاربعه دول كلهم اللي هم لهم نفس المعنى، ساعتها بتكون الريليتيف سبيد هي. ولو كنا بص ان ذا سيم سبحان الله هو نفس الحاجه، وقلنا ان نفس اللوكيشن في نفس البوزيشن بتلاقي لما بنيجي نطرح بتلاقيها سبحان الله بتساوي 0. ده الدرس بتاع حضرتك، وفي الاخر نقدر نقول فينيش وتم بحمد الله. يلا مع السلامه يا شباب.